سريعا كده يا شباب، هنتعلم بس مع بعض ازاي ننزل 3 اوليكس ونتعامل على 4 او 5 فيس ب5 اكونتات فيس، وازاي نعمل جيميل جديد علشان بس نسرع كل حاجة مع بعض كده في حوار الشغل يعني. جميل. طيب، 4 اكونتات. بأول حاجة بندخل بس على البرنامج ده، جوجل بلاي ده، ونكتب بارلل. هيطلع لي بالشكل ده، بس هندخل ونعمل له انستول. هيفتح معايا. تمام. هينسخ معايا بالشكل ده. هدخل مثلا على اوليكس. طبعا انا نسخت عليه الفيس والماسنجر واوليكس. تمام. كده في اوليكس بيفتح. تمام. هيظهر ماشي. ايا كان بيظهر معايا زيه زي اوليكس العادي. اصلا ده برنامج اوليكس انا نسخته. ادي الاوليكس العادي. طبعا بعمل عليه 3 اعلانات، سهل جدا. اضيف اعلان، بدخل على وظائف، ومن وظائف على اخرى. عايز 3 صيغ في اعلان واحد. مثلا هنكتب تكنيكال سبورت هنا. تمام. المستوى التعليمي زي ما احنا اتعلمنا. نوع العمل دوام كامل. الراتب 3 مثلا. ومستوى الخبرة مبتدئ. نوع المعلن رب عمل. والوصف بنجيبه، او مثلا عايزين يبقى مختلف عن الفيس، مفيش مشكلة. بنكتب شغل او وظيفة دعم فني. عموما يعني الوظيفة مثلا، مش لازم اكتب بس عشان سريعا عشان الفيديو. الوظيفة تكون دعم فني. الشباب براتب كذا، البنات براتب كذا. تمام. للاستفسار والتواصل اتش ار كذا، ورقم التليفون كذا. الموقع بيكون القاهرة اخرى. اسم المعلن اسمك عادي، والايميل اللي احنا هنعمله دلوقتي الجيميل يبقى مربوط برقم تليفونه. وبعد كده اضيف اعلان. ده اول اعلان. تاني اعلان بنيجي نكتبه بيكونش زي الاولاني خالص، بيكون مثلا دعم فني. تمام. براتب كذا. تمام. وبنغير في الوصف. تمام. وكل حاجة زي ما هي. فبعد كده بنغير في الراتب. تمام. اسم الاعلان هنا برضو بنغير في خلاص كده خلص واضف اعلان. خلاص بنعمل واحد تالت. بنسميه برضو اسم تالت مختلف عن الصيغتين اللي فاتوا اللي قبلهم. كده بالنسبة لأول برنامج. وعرفنا ازاي ان البرنامج ده اللي هو البارل ده بينسخ البرامج، بننزله ازاي، الكلام ده كله. طيب كده البرنامجين اتنسخوا. طب البرنامج التالت نجيبه منين؟ بندخل على جوجل عادي، و اوليكس. بنكتب اوليكس بيطلع لنا بالشكل ده. بتعامل معاه برضو عادي. كده انا معايا 3 اوليكس. الساعة 4 العصر يا شباب. هنتظر منكم السكرينات. بننزل على ال3 برامج. بي بيكون قوي جدا جدا الفترة دي. تمام. طيب عايز اتعلم ازاي بعمل جيميل. مفيش مشكلة خالص. بدخل على الجيميل العادي. ادي بدخل على سيتنج من هنا، اد اكونت. بدخل على جوجل. ماشي. بدخل على الباص بتاعي، ادخله عادي. بعمل كرييت اكونت من جديد. تمام. مثلا مثلا ايا كان. بقول لك كده تاني. تاخد انهي واحد يعني؟ مفيش مشكلة. ناخد ده. ناخده بس كده عشان ابقى عارف. كرييت باسورد. بعمل باسورد ليه ايه مثلا 1 2 3 4 5 ايه.
ايه 1 2 3 4 5 6 ايه بي بي. عملت كده هيقولك اي اجري تحت. ماشي نيكست. هيتضاف عندك، اتضاف تحت اهو. تمام، تقدر تدخل عليه وتقدر ان انت تاخده وتحطه على اوليكس وتربطه برقم. كده بالنسبة للجيميل اللي اتعلمنا نعمل ازاي الفيس. طبعا مش محتاج ان احنا نعرفكم ازاي بنعمل فيس. هنتظر منكم يا شباب السكرينات من الساعة 7 لحد الساعة 10 الصبح من الفيس، والساعة 4 ان شاء الله العصر بإذن الله هنتظر منكم السكرينات بتاعة اوليكس، ومن الساعة 7 لحد الساعة 10 بالليل هنتظر منكم الشغل ده بأمر الله.